تخيل أن تستيقظ يوماً لتجد أن شوارع مدينتك التي تعشقها لم تعد ملكك. في يونيو عام 1940 دخلت الجيوش الألمانية باريس. لم تكن هناك صرخة واحدة، بل صمت جنائزي مخيف. وقف برج إيفل وحيداً يراقب الغرباء وهم يمشون تحت ظله، وكأن روح مدينة الأنوار قد انطفأت فجأة. لكن هل تموت المدن حقاً؟ خلف الأبواب الموصدة وفي أقبية البيوت القديمة كان هناك فرنسيون يرفضون الانحناء، خياطون، معلمون، وبائعو خبز تحولوا فجأة إلى أشباح تطارد المحتل. لم يكن لديهم جيش، لكن كان لديهم راديو صغير يبث الأمل من لندن، ومنشورات سرية توزع تحت جنح الظلام. كانت المقاومة هي النبض الذي يخبر العالم أن فرنسا لا تزال تتنفس. 4 سنوات من الذل انتهت بصرخة واحدة هزت الشانزليزيه. في أغسطس عام 1940 تحطمت القيود، عادت الألوان لتزين الشوارع، وعانق الناس الحرية وكأنهم يولدون من جديد. رحل المحتل وبقيت باريس لتعلمنا درساً واحداً: أن القوة قد تحتل الأرض، لكنها أبداً لن تحتل الإرادة.